كمان من جديد مع سلام وبشير. كنت فين؟ شو صار معك؟ شو صار معك؟ ما صار شيء ما صار سواها الوصل سواها. مبروكين جمهور هذا الوصل صراحه. مبروك كل الامه الوصلاويه صراحه. نقول هاردك فريق النصر ايضا فريق كبير صراحه، كان قريب من الفوز. يعني النصر او الوصل كلهم ابطال صراحه. مبروك الجميع. مبروك. الحمد لله الشباب ما قصروا اليوم. المباراة كانت صعبة شوي بس الحمد لله الشباب ما قصروا، بذلوا مجهود طيب والله كرمنا ان شاء الله. قل ماجد ناصر وروح ارتاح انا موجود حبيبي. لا من قبل موجود بس الحمد لله على الفوز. فايزين هذا الفوز حق الجماهير يستاهلوا. هذا والله اكيد المباراه بتكون صعبه. نلعب ضد النصر السعودي، يعني مو باي فريق، يعني النصر السعودي فريق كبير. الحمد لله توفقنا يعني. مباراة قطر والله مباراة قطر بعد لنا حسابات ثانيه مع القطر يعني، وان شاء الله يعني بعد هاي المباراه نركز يا مسلم يا ماهر يا مسلم يا مسلم. صراحة احنا ما لعبنا هالمباراة، احنا كلعيبة مش احنا اللي لعبنا المباراة ولا احنا اللي كسبنا هالمباراة، هالجمهور هو اللي كسب هالمباراة وهو اللي لعب مكاننا. يعني لولا هالجمهور ما راح نفوز، لولا هالجمهور ما راح العلودي يكون بهالمستوى اليوم. ثقته فيني كانت وايد زايدة، يعني كان وراي يحمسني قبل المباراة، يقول لي نطلع وياك، يقول لي هالمباراة مباراتك، حاولت ارد لهم الجميل. الحمد لله الله وفقني اني نسجل جولين. يعني الاداء بهدي الجمهور وهالمباراه بهدي الجمهور، بقول لهم يعني اوعدهم ان شاء الله ان كل مبارياتي راح تصير نفس هالمباراه ان شاء الله. يعني العلودي بعد الاصابه من اليوم ينطلق الانطلاقه الحقيقيه صح؟ اكيد هو انطلق مع الرجاء البيضاوي لانه كان مستوى وايد اوكي على حسب ما يقول الناس متتبعين في الدوري المغربي، كنت وايد اوكي بس تغيير يعني تغيير فريق تغيير جو يعني كان لازمه شويه وقت، بس الفرصه كانت سانحه في هالمباراه ان شاء الله عشان ارد مستواي واسعد جمهوري ان شاء الله. كلمه صدى الملاعب MBC. الاغا يا اخوي شفنا الرجاء شوي، يعني تابع شوي الرجاء وجمهور الرجاء، احسن جمهور عربي هو جمهور الرجاء. احنا اكثر ناس بنحط على الرجاء والوداد. طبعا تحيه لاداره نادي الوصل، الشيخ احمد بن راشد، الشيخ ماجد بن محمد بن راشد، الاخ مروان بن بيات، فهد خميس، بيستاهلوا الحقيقه.